هو كل مره فراخ كل مره فراخ. الجمله دي بسمعها من ولادي كل ما اقول لهم هنعمل فراخ النهارده. بس بقى بعد الطريقه والتتبيله دي انا بقيت شيف فراخ، عملت لهم الفراخ اللي هم بيطلبوها بنفسهم. ازيكم عاملين ايه؟ لو عايزين تشوفوا طريقه رهيبه وهتغير طعم الفراخ معاكي خالص خالص، شوفوا معايا الفيديو ده للاخر. اول حاجه احنا هنعمل 2 تتبيله. التتبيله الاولانيه عباره عن بهارات بس، كركم وكاري، توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل وشويه كزبره. بتقلبيهم كده، تلخبطيهم على بعضيهم، وتجيبي الوراك. انا عامله وراك، تجيبي الوراك بتاعتك بعد ما تغسليها وتنقعيها كويس، تعملي لها بقى مساج المساج الاولاني بالبهارات بس. وانا هكتب لكم البهارات كلها، يعني المكونات كلها ايه في الوصفه. تمام. بتعملها بقى التتبيله دي وتلخبطيها بيها كلها كده، وتسيبيها حوالي ساعه في التلاجة. بعد كده بقى بتطلعيها من التلاجة وتعملي بقى الايه التتبيله التانية اللي هي الاساس، بصوص الباربيكيو. الاساس بتاعها صوص الباربيكيو، فراخ رهيبه رهيبه رهيبه. بتجيبي صوص الباربيكيو وتحطيه زي ما انا حطيته كده. طبعا الكميه تبع كميه الفراخ اللي عندك. انا عامله وراك فعاملاها بالعدد. بحط الباربيكيو، بحط كاتشب ومعلقه صلصه وشويه عسل اسود. تمام كده. وبنبدا بقى ايه نلخبطهم على بعض لخبيط اهو. وهنقلب بقى، هنقلبهم كلهم ونعصر عليهم نص ليمونه. تتبيله سهله جدا، مفيش اسهل من كده. طبعا الفراخ بتاعتنا عامله المساج، ونسيت اقوله كمان، وفي زيت. الفراخ بتاعتنا عامله المساج كده وايه ونايمه في التلاجة. وحطيت كمان معلقه فلفل اسمر، مع ان انا حاطه برده فلفل اسمر في الايه في التتبيله بتاعتنا. هجيب بقى الوراك، هطلعها من التلاجة وبالتتبيله اللي هي فيها تتبيله البهارات، واجيب بقى الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه، ونبدا بقى ندهنها من بره ومن جوه. يعني من جوه الجلد، بين الجلد واللحم، والجلد من بره ومن ورا ومن قدام. يعني بصوا نغرقها تتبيله بالشكل ده. قلتلك هتبقي بعد التتبيله دي هتبقي شيف في الفراخ، تخصص فراخ يعني. خلاص. واحطها بقى في الصينيه اللي هحطها بيها في الفرن. زي ما انتم شايفين شكلها يبقى كده، الصوص بقى بهدل الدنيا. واحطها فين؟ في التلاجة لمدة بقى ايه ساعتين 3. كل ما قعدت في التتبيلة دي اكتر، كل طبعا ما اللحم اتشرب التتبيلة وبقى طعمه رهيب. ريحة بقى ايه لا تقاوم، لسه ما استوتش وريحة لا تقاوم. انا بقى جبت شوية بطاطس وشوية بصل، قطعتهم، وكان في شوية تتبيلة باقيين حطيتهم ايه قلبتهم في نفس التتبيلة، وحطيتهم في الصينية من تحت، وحطيت عليهم الفراخ. تمام. حطيتها بقى شويه على البوتاجاز من فوق، وبعد كده حطيتها في الفرن. ورحت جايبه بقى التتبيله بتاعتنا برضو بقيتها، اللي هو اللي عباره عن الباربيكيو والكاتشب والعسل والزيت والصلصه وشويه الفلفل. وحطيت الحبه الباقيين دول على النار، حطيت لهم معلقه سمنه، ورحت ايه منزلهم على معلقه السمنه لما قدحت، وحطيتهم على الطاسه على النار. يا نهار ابيض على الريحه، حاجه كده ايه ملهاش حل. وطلعت الفراخ في النص، وهي في النص في الفرن، ودهنتها ببقيه الصوص اللي هو كان على النار ده، ورحت قايده عليها الشوايه 5 دقايق. طلعت بقى ايه حاجه رهيبه، مقرمشه من بره، طريه من جوه، ريحه شوي كده. والا بقى الخضار اللي كان تحتها حاجه كده فظيعه. شويه رز ابيض كده، واكيل الولاد هم اللي هيطلبوا منك بعد كده، يقول لك يا ماما يا اجدع شيف في الدنيا اعملي لنا احسن صينيه فراخ بالباربيكيو. شوفوا الطريقه هتعجبكم جدا، وجربوها وقولوا لي رايكم. وان شاء الله بالهنا والشفا، واشوفكم في وصفات جديده.